يعني انت ما سمعتش صوتي، انا قصدها ما سمعتش صوتي وقلت لك انا اقمت عليك الحجه، وانا فتتبع امام لم تراه ولم تسمع صوته ومطلوب منه ان يقيم الحجه. كيف شلون؟ طيب كمل. انت الان ركزوا معايا يا جماعه، اسمع مني بقى. افتهمنا ليش عيد الكلام؟ افتهمنا. لا اصبر ليش تضيع الوقت يا دكتور مصطفى؟ يا عم اصبر. طب السلام عليكم، اعمل حياك كلمه يا الله. دكتور مصطفى. حياك الله حياك الله دكتور حارس، حيا الله الموجودين. مرحبا بك يا دكتور. بس تعطوني وقتي انا بتداخل، اذا معكم ضيف رح احط كتب. انت صاحب بس ان شاء الله، بس عشان مداخله انت سني يا دكتور مصطفى. نعم انا سني على النهج العثماني، على طيب نهج الصحابه العثمانيه. يطلع. نعم انا سني على نهج الصحبه العثمانيه. ما شاء الله. يعني الصحبه العثمانيه، يعني اللي قاتلوا علي بن ابي طالب وقالوا انه بالدرك الاسفل من النار. يعني حضرتك ناصبي اموي ناصبي؟ لا الناصبي، اذا قلت لي ناصبي بدي اقول عنك رافضي، وانا ما بحب اقول عنك هالكلام. شويه بس خلص الفارس الاول وبعدين نروح للنصر. ايه وبعدين لا اشوف كفاءتك يا محمود، اشوف كفاءتك يا دكتور مصطفى بكل احترام بكل موده. يا عم سوي كتب ثانيه واحده بعد اذنك. انا احترمتك وقلت يا دكتور مصطفى. شكرا يا دكتور. انا راح بعد شوي، بس تعطوني وقتي بنتحاور بكل اخوه وبالموجود بالكتب والقران. مرحبا بك. شكرا لك. بعد اذنك سوي كتم. انا حواري هنا ليس مع الامويين الجدد، انا حواري مع الروافض. يعني انت حضرتك عايز تحاور شيعي، يعني المناظره مع شيعي مستحيل. طبعا انا بسقط علي بن ابي طالب بثلاث ايات قرانيه قدام شيعي، او انت شيعي شيخ. لا نسمح لك شيخ، انت شيعي انت شيعي. لا نسمح لك. اسمع عفوا شيخ دكتور حارس، دكتور انت شيعي، دكتور انت شيعي. انزل اسمع اللي انا هقوله وبعدين طالما انت لا تستقبل يبقى تنزل تحت تسمع اللي انا هقوله وبعدين تطلع. انا هخليك تحاور شيعي، انا سني، انت ناصبي تطعن في اهل بيت النبي وتطعن في علي بن ابي طالب. فكما انني لا اسمح لرافضي ان يتجاوز في حق اهل البيت الصحابه رضي الله عنهم، لن اسمح لك ان تتجاوز في حق سيدنا علي رضي الله عنه. فانت هتصعد تنتقي الفاظك حين تذكر سيدنا وسيدك وسيد الناس سيدنا علي، اهلا وسهلا. انما تقول لي استطيع ان اسقط علي بن ابي طالب، من انت لتسقط علي بن ابي طالب؟ تختار الفاظك مع الصحابه احملك على راسي، مش هتحسن اختيار الفاظك مع اهل بيت النبي، مع زوج بنت النبي، لا تقدير لك عندي ولا كرامه. انا بكلمك منتهى اللطف. فحضرتك تصعد، هديك شيعي تكلمه، اختار الفاظك بعنايه حين تتكلم عن احد من اهل بيت النبي، لا تقول لي دليل ولا غيره، من انت لتقول الدليل؟ فبعد اذنك انت تصعد، هخليك تناقش الشيعي، ولكن اياك ثم اياك ان تخرج كلمه فيها تجاوز في حق سيدنا علي او تجاوز في حق احد من اهل بيت النبي، كما انني لن اسمح للشيعي الذي سيتحاور معك بالتجاوز في حق سيدنا عثمان او سيدنا معاويه او سيدنا ابي بكر او سيدنا عمر. هتتفق معي على ذلك اهلا وسهلا. تتكلم بعلميه بعيدا عن التجاوز، عيني حاضر. الشيعي اللي هيكلمك بمنتهى الادب والاحترام دون المساس باحد، بسك انت وهو. اي حد فيكم هيتجاوز هينزل. انا بعتذر عن مقاطعه الشيخ محمود، بس علشان انظم الحوار اللي هيدور بينه، وشوف لو في شيعي تحت. اوضح بس الفارس الاول يا جماعه. شيخ محمود سألتني سؤال ممكن اجاوبك؟ هصعده ثانيه واحده. لا ثانيه واحده انا ما سالتش سؤال يا شيخ محمود. هو بيقول عايز احاول الشيخ محمود. انا بقول انت لو تحاول حاول شيعي. الشيخ محمود مش شيعي. طب سيب النصيب دلوقتي. انا ما سالتكش سؤال، انا عملت خلاص. يبقى عباس قال عليه هيبقى اصعد يحاوره. اتفضل معك الفارس. طيب ثانيه واحده. بص محمود حضرتك سألتني سؤال. ثانيه واحده يا الفارس، ثانيه واحده. سألتني غير اجاوبك يا اخي. حط ميوت ثانيه واحده. ثواني يا الفارس. بص ثواني لا تقاطع. بص يا دكتور خالد، كويس؟ ركزوا معايا يا اخوه اللي موجودين معانا في البث كله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا قلت له ايه؟ قلت له وظيفه الامام الحجه هو يكون حجه على الناس، صح كده؟ قال لي نعم.
فانا عملت إيه يا دكتور خالد؟ انا عملت قاصد، حطيت ميوت قصدها، انا قاصد وعارف ان صوته مش واصل. وبعدين فتحت ميوت وقلت له ايه؟ لقد اقمت عليك الحجه الان. رد عليا قال لي ايه؟ حرف كده يا اخوان، قال لي انا ما سمعتكش. ابو عمر الشامي الحبيب بعد اذنك اصعد. ابو عمر المصري صعدته، بعت له صعدته. فانا عملت ايه يا جماعه؟ ابو عمر الشامي موجود، ابو عمر الشامي. فانا عملت ايه يا جماعه؟ يصعد عشان يشوف الحوار بتاع الناصبي والشيعي. اتفضل، بقطع كتير سامحني. ولا يهمك يا حبيبي. شيخ محمود وضحت الفكره، ليش تعيدها حضرتك؟ يا عم اصبر اصعد يا ابا عمر، اصعد ثواني يا ضيف يا محترم، اصعد يا ابا عمر علشان انا عامل حوار ما بين ناصبي وما بين شيعي، عايزك تحضرنا ان شاء الله في الحوار ده. اتفضل يا شيخ محمود، بنعتذر. شكرا جزيلا. دلوقتي يا جماعه انا طلبت حي الله شيخنا ابو عمر الشامي. كبر الشيخ ابو عمر مكاني يا عم الحاج. لا مكاني انا، انتم كبار لسه معلق. لا. حبيبي هو الشيخ ابو عمر، حبيبي الغالي واخي الذي لم تلده امي، ابو عمر الشامي، حياك الله وبياك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب اللي غالي علينا وحيد. جميع حياكم الله. الله يرضى عنك. الله يبارك بص يا اخي الكريم، فكرة وبارك. دلوقتي الفارس هذا في حوار مع الاخ الشيخ محمود فتحي، ولكن من بعد الحوار بتاعه معاه في واحد ناصبي صعد وهيناقش واحد شيعي، وقلت للطرفين إياكما أن يتجاوز أحد منكما في حواره إما ضد أهل البيت أو سيدنا علي، واختاروا ألفاظكم، والطرف الآخر لا يتجاوز حق الصحابة. فإن شاء الله سأترك لك إدارة الحوار بين الاثنين ليرى الشيعة وليرى النواصب مآل هذا الحوار، ومن الذي سيثبت حجته، ومن هم الأولى والأصح على الحجة، أهل السنة أم النواصب أم الشيعة، وهل نحن نواصب كما يزعم الشيعة أم لا، وهل نحن شيعة كما يزعم النواصب أم لا. معي يا أبا عمر بعد الحوار ما بين الشيخ محمود والفارس. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة يا شيخ أبو عمر بعد إذنك. أبو عمر المصري افتح ميوت كده وسمعني صوتك، لأن ده حسابه ضعيف. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هو الشيخ أبو عمر كبر الشيخ أبو عمر المصري. لا 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 لا، خليك الله. مثلا في مكانك الذي أنت فيه. حياك الله. حيا الله أبو عمر الشامي، حيا الله الدكتور خالد، حياك حياكم الله. الله جميعا. أهلا وسهلا شيخ محمود. يا غالي. حيا الله أحمد موسى، ممتاز رائع. ماشي. دلوقتي يا جماعة شوف أنا عملت حاجة يا شيخ أبو عمر. ثواني يا جماعة بقى. شيخ أبو عمر الشامي تسمعني طبعا. معك عباس يا حبيبي ضيف. حبيبي معك عباس. حبيبي. دكتور خالد، يا دكتور خالد، يا. الحوار اللي يدور بينهم ايه هو؟ علي خارج دين الإسلام، علي خارج دين الإسلام بالقرآن، يموت على غير دين لا انا مش انت مش بتحاور انك يا أستاذ أنا هي عقيدتي. الله عز وجل قلت لك لا تتجاوز في حق يا عمي، هذا رمزك ما هو رمزي، هي عقيدتي يا عم أنا. تأدب في الحوار معي يا أستاذي تأدب هي في الحوار عقيدتي معي. أنا. بعد إذنك أنا لست بعم لك. يا أستاذ وتنضبط بضابط أثبت. لن أسمح لك يا أستاذ بالتجاوز يا حق أستاذ عليه. يا أستاذ اعمل كتم يا إما أنزلك. يا اعمل أستاذ كتم. يا بعد أستاذ إذنك من شوي عم اعمل تقول له كتم إذا حتى كان يقول- محترم حتى يبرر. بحاوره، وأنا بقول لك يا سوي أستاذ كتم حتى يا ضيف، أنا مريض ومش قادر أتكلم. سوي يا كتم أستاذ حتى معي يقول أبو الحوار. عمر، خلص أبو عمر معي. أنا تعاقدت واتفقت معك وقلت لي تمام، إياك أن تتفاوض بلفظي. يا أخي أنا هي عقيدتي، أنا جاوزت شيء، قلت لك علي بن أبي طالب عنها بأسلوب محترم. يا أستاذي. بعد إذنك اعمل كتم. دكتور. اعمل كتم. أنا هخلي أبو عمر الشامي يدير الحوار بينكما لأن أنا مش قادر أتكلم. طيب اعمل كتم يا أبا عمر. ولا سامعني؟ يهمك ولا يهمك. السلام عليكم. سامعني يا أبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبا عمر معك الأخ دكتور مصطفى ومعك عباس آل علي، حوار ناصبي شيعي. اتفضل معك المايك، لأن أنت عارف إن أنا يعني بمر بمحنة صحية كبيرة جدا يعني. معافى. اتفضل. الله يكرمك. الله يكرمك. طيب عليك ألف عافية دكتور خالد. شوف دكتور خالد الله يكرمك. أشكرك على أدائك. يا حبيبي. أنا عايزك تتحملني بعد إذنك. يا حبيبي، عايزين نعبر عن أخلاقي. ولا يهمك يا عيوني أنت. معك أبو عمر الشامي. يلا تمام. يدير الحوار أبو عمر بينكم. بيعرف، اتفضل أبو عمر يا بيعرف، أبو عمر بيعرفني. شوف دكتور خالد، أنا من القرآن أثبت
أن علي بن أبي طالب مات على غير دين الإسلام. هلا بتجي حضرتك ماشي، بتقول لي نختار دليلك. الألفاظ بقى. أيوة نختار الألفاظ بقى. أحسن. ماشي أنا معاك. بص بقى اختار تمام الألفاظ. تمام. هلا بيجي بالنسبة لك مطالع لي ما بعرف مين هذا الشخص عباس، مين هو؟ أنا أحمد الإمامي بيهرب مني، ما نعم. كله بيهرب مني، ما حدا بيقدر بيحاورني. سيبك من ام المظلوميات ديت واحمد الامامي شبح انت يعني. الراجل هيحاول شبح ابو عمر، انت كفو، انت كفو يا عم. انت كفو، انت كفو. قول انا كفو لا اطلع لجنبك أبا عمر المصري. يا حبيبي. أبا عمر المصري اهدى. ابو عمر المصري انت كفو، انت كفو، طالعني لجنبك. انا كفو غصب عني. يلا طالعني لجنبك، طالعني لجنبك يا اخوانا بعد اذنكم، طالعني لجنبك. اترك ابا عمر الشامي. انت كفو طالعني لجنبك. يلا بعد اذنك يا دكتور مصطفى. تفضل. سوي كتمه. انا حاضر. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمه الله. حاضر. عباس آل حبيبي علي، أبا السلام نايف. عليكم. عمان بيوت يا دكتور مصطفى. عباس السلام عليكم. السلام أبو عمر. حياكم الله. نحن أهل سنة وجماعة، أنا والدكتور وأبو عمر المصري ومحمود فتحي والشباب. نعم. من أهل السنة والجماعة، سلفية وهابية. نعم. اللي جنبك اسمه الدكتور مصطفى، ناصبي لأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم. يدعي هذا الناصبي، نحن هكذا بما أنه وصف سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب بأنه خارج عن دين الإسلام، نحن لنا الحق أن نصفه بأنه ناصبي. الآن هو سيحاورك يا سيد عباس يا محترم، راح يحاورك على أنك أنت تثبت أن علي بن أبي طالب مؤمن، وهو سيثبت لك أن علي بن أبي طالب ليس بمؤمن. أنت واجب عليك أن تدافع عن سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب وتدحض دليله وحجته على أن علي بن أبي طالب ليس بمؤمن، وتثبت إيمان علي بن أبي طالب إما من القرآن أو من السنة النبوية الصحيحة على لسان سيد الخلق المصطفى صلوات الله عليه. سيبدأ الدكتور مصطفى بادعائه أن علي بن أبي طالب خارج عن دين الإسلام من القرآن الكريم والعياذ بالله. سيأتي لك، نطالبه الآن بأن يأتي لك بآية من القرآن الكريم تدل على أن سيدنا علي خارج عن دين الإسلام. طبعا راح تكون الآية ليست متشابهة، محكمة، وأنت ستنقض عليه وتبين أن علي بن أبي طالب مؤمن. تفضل معك المايك مصطفى. طيب أبو عمر، أول شيء بعد إذنك شيخ أبو عمر مداخلة، عفوا قبل البداية أبو عمر مداخلة بعد إذنك يا أبو عمر. عاوزين نحافظ على حوار هادئ محترم ونحافظ على البث، لأن أنا باقي لي تحذير واحد، فننتقل ألفاظ من الطرفين حتى لا نتضرر جميعا. فداك دكتور، بعمل لك حساب أو ربي في عيونك ما ينحظر. شكر الله لك، أشكرك على أدبك. أول شيء بعد إذنك يا دكتور مصطفى، أنت وعباس هل ترتضي بأبي عمر الشامي؟ أنا أبو عمر حبيبي وأخوي رغم كل شيء. شوف جميل. أبو عمر، أنا في عندي تأصيل. يا عباس، هل ترتضي بأبي عمر الشامي حكما بينكما كما ارتضى دكتور مصطفى؟ أجب يا عباس. طبعا قد أختلف ويا أبو عمر الشامي، بس حاليا أنا مجبر أنه أعتبر أبو عمر الشامي هو حكم، ما عندي أي مشكلة. طيب أنا في عندي تأصيل بالسنة. سيبدأ الدكتور. عندي تأصيل بالسنة. أي راوي كوفي غير طلحة بن مصرف وعبد الله بن إدريس تسقط روايته إذا بتذم علي بن أبي طالب. أما أي راوي كوفي بيمدح علي بن أبي طالب لا يمكن أخذ منه بناء على قواعد الجرح والتعديل لكبار العلماء. كبرني لو سمحت، أعطيكم تأصيل بسيط وبعدين ما في مشكلة. ثانية واحدة بعد الشيخ أبو عمر. ثانية واحدة يا جماعة. الشيخ أبو عمر تسمعني؟ يا شيخ محمود. الشيخ أبو عمر أستأذنك بس أصل بسؤال يلتزم به الدكتور، تسأله سؤال وتسأل نفس السؤال لعباس، لأن هما كده هيشتدوا بعيد خالص. لا أنا بدي يا أخوي حبيبي. أبو عمر بس أنا طبعا السؤال معروف الشيخ محمود، إن الدكتور مصطفى
بده يثبت الآن كما ادعى من القرآن الكريم أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه خارج عن دين الإسلام. طيب تمام، طيب تمام. هلا أنا بالنسبة له ما بعرف. سمعت السؤال؟ معك إشراف يا أبا عمر. هلا أنا ما بعرف. سمعت السؤال؟ كبر كما شئت يا أبا عمر، كبر وصار كما شئت. هلا انتم على كل الاحوال، هلا علي، هلا بالنسبه انتم الطرفين ان كان شيعه او روافض، عندكم علي بن ابي طالب رمز، فانا ما في مشكله احاور اي واحد فيكم. هلا ابو عمر شيعي، حضرتك دكتور شيعي، دكتور محمود شيعي، كلكم شيعه. يعني وين المشكله؟ شو الفرق بينكم وبين عباس؟ واحد بيقول اول، واحد بيقول رابع. يا ضيف يا محترم، دعك منا وتفضل اعرض على هذا الشيعي الموجود معك. دعك منا. تمام. تفضل. هذا كتاب شرح السنة الإمام البربهاري، الصفحة المطبوعة الصفحة 37، المسألة 149. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند علي وعثمان فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. اللي بيقول علي مثل عثمان. ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ كلكم بتعرفوا حضرتكم طريقة التعامل مع الروافض من أهل البدع فيما يدعم بدعتهم. هلأ في عنا ابن حجر العسقلاني وسع الدائرة شوي وتساهل شوي في تهذيب التهذيب الجزء الأول الصفحة 94. قال: فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، نفس كلامكم حضرتكم، وأن مخالفه مخطئ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. أنا السؤال لكم أنتم يا أهل السنة والجماعة: ليش أنتم يعني تعاملتوا مع النص النبوي، مع إجماع الصحابة وإقرار حطيت لك نويت يا دكتور مصطفى، حطيت لك نويت يا دكتور مصطفى، لو سمحت حوارك مع الشيعة مش مع السني. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنت قلت الشيخ أبو عمر الشامي قال لك أأتي لي من القرآن، أأتي من القرآن. تمام، ما عندي مشكلة، رح أجي. حوارك مع الشيعة. أنا سؤالي تأتي له من كتب الشيعة. أنا سؤالي يا أخي، سؤالي أنا سؤالي لحضرتك يا دكتور محمود، مع الشيعة مش مع أهل دكتور محمود، دكتور أنا عم بشرح له للشيعي. طلب منك يا دكتور محمود، أنا عم بشرح له للشيعي. أبو عمر الشامي طلب منك الآيات الدالة طيب على أبو عمر عم يدير ولا أنت؟ مين عم يدير الحوار؟ عفوا يا شيخ محمود، معلش. مين عم يدير الحوار؟ هذا السؤال. انا عاوز عشان ما يتحججش، انا عاوز ابو عمر الشامي هو الذي يدير. انا اسكت. وانت أنا بالضبط. انا كنت عاوز اقول له كده بس. يا اخي نحن السوريين بقلب بعضنا، نقتل بعضنا، بنحب بعضنا. انت صح. خلينا ندور. ثواني يا ضيف يا شيخ محمود، انت صح. فتعال نترك الشيخ. انا سؤالي للشيعي، الضيف لا يتحجج. انا سؤالي للشيعي. طب بعد اذنك لا تقحم اهل السنه، لا تقحم اهل السنه. يا دكتور، يا دكتور، نعم. قبل ما يرد على الشيعي أو يسأل الشيعي، تفضل اقرأ كلام الطبري. ما هو الطبري؟ كلام ابن حجر، ابن حجر العسقلاني. التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله. أنا سؤالي لحضرتكم يا أخوت، قبل بدي استفسر منك، ما فهمنا. يعني الإمام ابن حجر العسقلاني يقول أن كل من قال إن عليا كان مصيبا في حروبه فهو شيعي؟ هيك هو قال. جميل جدا، جميل جدا. ثواني وراح أعطيك. هذا ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح البخاري الطبعة السلفية، جزء 12، صفحة 309، ويقول: والحق أن عليا كان مصيبا في حروبه. طيب فهل ابن حجر أخطأ أم وصف نفسه بأنه لا شيعي؟ أكيد شيعي. خلاص،
إذا رددنا عليك إن شاء الله. هو شيعي. نحن ماذا نقول إخوان؟ يا أبو يا عمر، إخوان. أبو عمر ممكن رح نعطي أكمل؟ المايك خلص. ممكن نحن أكمل؟ نقول الآن لا حنخليك تكمل مع عباس. إذا شبهتك التي جلبتها أنت، نقول نحن إن الكلام الذي جلبته أنت أخطأ به ابن حجر العسقلاني عندما قال فإن التشيع في العرف بأنه من قال إن عليا مصيبا في حروبه، والدليل على ذلك أنه هو رجع وقال والحق يا أخي هو أن الشيعي أنا عليا بالنسبة كان لها علي. مصيبا في حروبه. أنا ابن حجر بالنسبة يا إذا أستاذ أخطأ أبو ابن عمر، ما حجر أخطأ في أبو عمر. وصفه. لا تقاطع يا أبو عمر أنت طيب خليني أكمل. راح اخليك تكمل، عملت لك ميوت. اذا نقول ان ابن حجر اخطا. اذا انت الان شبهتك انتهت. عندك دليل كما ادعيت من القرآن الكريم تطرحه على عباس آل علي ان علي بن ابي طالب من القرآن خارج عن دين الاسلام؟ عندك طلع، ما عندك لا تكتر حكي. تفضل معك المايك. طيب أنا سؤالي أنه يا علماء أهل السنة والجماعة ليش تعاملتوا؟ نقول لك حديثك مع يا عباس رجل انت آل يا علي. أستاذ. ليه كده يا رجل؟ يا أستاذ أنا بالنسبة لي يا ابن رجل حجر كلامك مع الشيعي، انت ليش ممل؟ بآداب الحوار وما قاطعت يا دكتور مصطفى، يا رجل انت ليش ممل؟ يا دكتور خالد، دكتور خالد أنت منصتك ايه ضعيفة. العبط اللي احنا فيه ثواني ده؟ عباس، ثواني يا عباس. دكتور خالد يا دكتور منصتك مصطفى، ضعيفة، لو أنت منصتك خايف تواجه ضعيفة. الشيعي، يا دكتور مصطفى لو انت خايف تواجه الشيعي عرفنا. لا بالعكس. ننزل الراجل لا هلا الآن طب انت ليه مصر تقحم السنه؟ أنا لما بس انت قفلت. أصلاً- أنا سؤال، أنا بقى بسأل على فكرة الشيعي. انا لن اسمع باذن ابي عمر الشامي، انا لن اسمح لك ان تستدل من كتب السنه في حوارك مع الشيعي. ما عندي انت اللي مش جبته من بنفسك. القرآن فقط. ما عندك مشكله، فقط قرآن. اشهد على بس أنا سؤالي، أنا سؤالي بعتذر يا ابو عمر المصري على المقاطعه. ولا يهمك بس انا هقول اللي انت عاوز تقوله. حاضر، بعد إذنك حاضر دكتور. للمره الاخيره، حاضر، لو ادخلت اهل السنه حاضر في دكتور حوارك، خالد. اسمع، لو ادخلت اهل السنه في حوارك لا فانت منسحب ومهزوم امام الشيعي. أنا بدي أقول له العباس الرافضي، بدي أقول له في عنا نحن في صحيح الإمام البخاري أجمعنا الصحابة مع سنة تقريرية رقم الرواية 3494 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أبيه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل أحدا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي لا نفاضل بينهم أحدا. أنا سؤالي أن العلماء ليش تعاملوا مع هذا النص بازدواجية؟ ليش صار اللي بيفضل علي على عثمان هو شيعي، واللي بيفضل علي على أبو بكر وعمر هو رافضي، مع أنه النص بالثلاثة؟ هلأ بدي أروح على القرآن مع عباس. صعد لي عباس لعندي لو سمحت يا شيخ، لو سمحت صعد لي عباس لعندي، لأنه أنا في عندي بيني وبينه كلام. تفضل عباس. صاعد دكتور محمد. صعد لي على جنبي العباس. عفوا دكتور مصطفى. حبيبي هو سمعك، حبيبي هو سمعك وشايفك. بعد اذنك، بداية الحديث بعد اذنك تعرض الحديث، هو مش لازم يبقى جنبك على لا أنت خلاص الحديث انساه. القرآن الكريم أنت إن الحديث الإمام علي مات على غير ملة الإسلام. لا أحسن أحسن. الآن الإمام علي عليه السلام مات غير ملة الإسلام. الآن نقول هلا الآن الإجابة منه. أحسن. تكبرني لو سمحت دكتور خالد. بدي أعرض قرآن، بدي أعرض قرآن شيخ دكتور. أكبرك في وقت عرضك هي خلص عم بعرض قرآن، عم بعرض قرآن. بعد إذنك يا أبا عمر المصري. بس كان 30 صار 150 ما شاء الله يا شيخ. سورة الأحزاب الآية 28-29 في عقد إلهي صار بين الله عز وجل بين زوجات سيدي رسول الله بأبيهم وأمه. الله عز وجل قال: يا أيها النبي بلغ، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك. المرسل هو الله عز وجل، والمرسل إليه هم الأزواج، والمبلغ النبي.
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا جزء من العقد. والجزء الآخر: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا عقد إلهي يا عباس ولا مو عقد إلهي؟ تفضل عباس. أين الدليل من القرآن أن عليا عليه السلام يا مات على غير حبيبي ملة؟ هذا عقد إلهي أو لا؟ يا أخي بغض النظر عن هو عقد يا إلهي أستاذ أم لا، أين يا أستاذ الدليل جاوبني. القرآن 3 آيات على أن قرآنية، عليا مات على غير 3 ملة آيات الإسلام؟ قرآنية إن شاء الله منخلي جهنم تستقبل إمامك. هذا عقد إلهي ولا لا؟ يا أخي ليش الدليل؟ جاوب ليش يا أخي جاي جاوب. وين الدليل القرآن؟ 3 آيات القرآن على بخلي أن عليا 3 آيات بخلي الله. جهنم ترحب بعلي بن أبي طالب. 3 آيات فقط. أبو عمر الشامي، أبو عمر الشامي طبعا هو بداية حديثه قال راح انطي دليل على ان الامام علي مات على غير عمل ملة بيوت الاسلام، عباس. وللان ماكو اي عمل دليل. بيوت واحد مثلك بيروح على جهنم للان دفاعا عن ماكو سيد. اي اسمع أي اسمع دليل. اسمع عباس اسمع. انك تطلع تتطاول على سيدنا علي وتقول بدي ابعته على جهنم، هذا ما نقبله. تنزل عن يد وانت صاغر. فهمت ولا ما هذا ما فهمت؟ اتفقنا عليه. اللي يتجاوز تجاوز ما لا في. كرامة له. أحسنت. عندك دليل أخرج من القرآن الكريم. ما عندك دليل لا تقول دليل تاني أجعل إمامك في جهنم. أول شبهة أبطلناها لك بما أنك استدليت من ابن حجر العسقلاني، دحضنا لك الشبهة بأنه هو أيضا قال بذلك، فقلت هو شيعي. كيف تستدل علينا برجل شيعي؟ بما أن ابن حجر عندك شيعي، لماذا تستدل علينا به؟ هل ستقوله إمامكم؟ نقول لك أخطأ، انتهت شبهتك. عندك دليل من القرآن أن عليا خارجا عن دين الإسلام والعياذ بالله؟ أخرج. لا تقول له هذا عهد أم ليس بعهد. الرجل عم يقول لك عباس طلع لي حتى أنقض عليك. هاي الكلام ليش عم تقوله؟ أجعل إمامك في جهنم. كل مرة هيك بتتجاوز مشان ننزلك، وبس ننزلك بتروح لعند أصحابك بتقول لهم نزلوني ما قدروا علي. نحن بنقدر عليك بس لا تتجاوز. هاي الدكتورة تبعك والنعال سوا ما نقبلها أبدا. راح أطلعك. أخرج من القرآن الكريم آية محكمة تقول إن علي بن أبي طالب خارج عن دين إسلام. إذا طلعت وقلت ليش نزلتوني، وإذا طلعت تفلسفت وطولت الكلام، راح أكبس عليك ونزلك. قال الله تعالى كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه الآية تدل على أن عليا والعياذ بالله خارج عن دين الإسلام. غير هيك راح أرد نزلك. طلعوا يا شباب، طلعوا دكتوري. معك إشراف يا أبا عمر، أنا مديك إشراف كامل. طيب ولا طيب ولا خلاص يا أبا عمر، الشيخ محمود مع خلاص ولا يهمك. بعد إذنك يا دكتور للمرة الثانية. لا أنا بتجاوز عن الشخصنة، ما بيهمني الشخصنة. سيدنا علي كبرني عندنا ولا يهمك ظالم ولا يهمك كبرني. أنا بتجاوز عن الشخصنة. كبرني. شكرا دكتور خالد. لا طيب ممكن تكبرني دكتور. أنا دكتور بس بدي تجاوبني نعم أو لا، مو أكثر. أنا بس بدي تجاوبني نعم أو لا. أما يا أبو عمر، أما لما بتقلي شلون تستدل بابن حجر، فالحق ما شهد به الخصوم، أقوى أنواع الحق، فأنا بستشهد فيه أكيد. أخرج الآية، تفضل أخرج الآية. طيب هاي الآية القرآنية عباس، سؤال: هذا عقد إلهي بين الله وزوجات الرسول أو لا؟ ما علاقة العقد الإلهي وزوجات النبي؟ هذا عفوا يا عباس حبيبي، جاوبني نعم أو لا، نعم أو لا فقط. ما أجاوبك. لا أنا ما أجاوبك إذا ما تقول لي شنو الربط بين هذه الآية وموت
موت الإمام علي على غير ملة الإسلام. طيب أنت بدك تجاوبني ب3 آيات قرآنية لحتى نقول لك علي بن أبي طالب الشامي. أنا تقريبا صار لي طيب نص أنا ما ساعة بيهمني، راح أطرح طرحي للموجودين. ساكت ومسوي أستاذ، ميوت احتراما طبعا. طب أنا راح أطرح طرحي ل 100 حتى أتكلم. طيب أنا راح أطرح طرحي. حاليا تسوي ميوت وتخليني. لا هسه أنا ما طرحت طرحي لو سمحت. لا أنت ما عندك أي خليني طرح أطرح حتى خليني أنت ما أطرح عندك أي خليني دليل حتى تطرح. خليني أنت أصلا أطرح. دينك ضعيف. أستاذ أنت حاليا طب دينك لا. طيب تمام. يا جماعة هذا عقد إلهي بين الله عز وجل وبين زوجات سيدي رسول الله. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهل عالم أن سيداتي اللهم صل وسلم وبارك عليهم زوجات الرسول اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة أم لا؟ خلينا نشوف الله عز وجل إذا وقع العقد الإلهي ولا لا. سورة الأحزاب الآية 52 الله عز وجل يقول: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. أمسك الله عز وجل بعقد زواج زوجات سيدي رسول الله حتى رسول الله بأبي هو وأبي غير قادر يطلق أو يبدل أو يتجوز عليهم. هدول نساء في الدنيا والآخرة وكان الله على كل شيء رقيب. طيب هدول الخيار الإلهي نحن عرفنا بالآخرة مقام إن شاء الله. أما في الدنيا فالله عز وجل في سورة الأحزاب يقول: يا مصطفى نحن حوارنا عن زوجات النبي أم علي أم عن علي بن أبي طيب طالب؟ ممكن أكمل؟ عندك آية في لا مش القرآن ممكن يا عم الكريم انجز. محكمة. لا مش ممكن طيب الله يا عز عمي وجل يا عمي لو سمحت. عندك يا عمي آية لو تدل سمحت. على فين أن علي الآية؟ بن أبي طالب نعم. خليني أقرأ آية ثانية. لا يملك أي دليل. خليني أقرأ آية ثانية فقط. آية ثانية. ما لو تشوف أقرأ آية ثانية. أقرأ آية ثانية. أقرأ آية ثانية فقط. الإمام اللي نصبه النبي محمد أقرأ يا أخي يا أبو عمر. أقرأ آية ثانية فقط. النبي الذي عفواً. نصبه هو يا دكتور خالد. نقطة نظام. دكتور خالد. بأنك ليس مؤمن. دكتور خالد عباس. أقرأ آية ثانية. دكتور خالد. عباس بعد إذنك يا دكتور مصطفى، بعد إذنك يا أبا عمر، أستأذنك نضبط الوقت بينهما، عشان كده الموضوع مش هيكون منظم. يعني أدي كل واحد 3 دقائق مثلا، لأن عباس مش واحد. الدكتور ما عنده آية. عندي يا أبو عمر. أنت عرفان أنا وين رايح أبو عمر؟ اعمل ميوت يا دكتور مصطفى. اعمل ميوت يا أبا عمر. هو دخل ادعى دعوة. دكتور ودخل بصدري. أنا عندي دليل إن عمر ليس على ملة الإسلام، إن علي ليس على ملة الإسلام، ولم يأتي بدليل. يا دكتور هو اللي بده يقوله أن زوجات النبي اخترن الله ورسوله وهن مؤمنات، ثم أن الله قال لا يحل لك النساء من بعد أنهن مؤمنات، ثم كيف علي بن أبي طالب يحارب أم المؤمنين عائشة وهي مؤمنة؟ بده يلف ويدور هيك ليثبت. أنا أريد آية في القرآن الكريم، مثلا عندنا آية تبت يدا أبي لهب وتب، خلاص فرعون عرفنا، فلان عرفنا، النمرود عرفنا إلى آخره. عندك آية محكمة تقول إن علي بن أبي طالب خارج عن دين الإسلام، أو أنه ارتكب في القرآن الكريم ما يجعله يخرج عن دين الإسلام؟ طيب كبرني أقرأ فقط. يا ضيف يا محترم، سمعت يا ضيف يا محترم؟ سمعت. وهذا السؤال سأله لك عباس. سمعت. دكتور خالد لحظة يا مصطفى ابلع عليك يا مصطفى، ابلع عليك. طيب يا دكتور خالد الآن تفضل. أنت رايح تستدل من القرآن الكريم على أمهات المؤمنين، وده شيعي نعم. إمامي 12. يا راجل اسمع، وده صحيح. شيعي إمامي 12. ليه معتقد معين في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ هو عنده معتقد إن عائشة سمت النبي، هو معتقد إن نعم. عائشة رضي الله عنها آذت النبي. راح تقول له إن أم المؤمنين عائشة هذا العقد الإلهي، وإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها راحت حاربت علي بن أبي طالب.
طيب انت فين عقلك انت ممكن انت فين عقلك انت لما تستدل على الشيعي؟ استدل على الشيعي من كتبه، مش طيب تروح لكتب حاضر، اهل ممكن السنه. هو أرد. مش سني يا راجل، هو مش سني. ان ترجمها لك ازاي؟ طب هو ممكن مش أرد. سني. طيب ممكن الراجل ليه معتقد معين طيب في دكتور ام المؤمنين دكتور عائشه خالد رضي الله دكتور عنها خالد ما وارضاها. عم تعرف تضبط الان منصتك انت دكتور. ادعيت، اسمع اعمل ميوت لو سمحت، ابلع ريقك ابلع ريقك. يا دكتور انت خالد ما عم ادعيت، تعرف ما عم تعرف تحكم منصتك انك يا دكتور ستخرج خالد. من القرآن. يا رجل اسمع، ابلع ريقك ابلع ريقك. انت ادعيت انك ستخرج آية أحسنت. من كتاب ربنا جل وتعالى طيب. بكفر علي رضي الله عنه وارضاه. كبر. الشيعي طالبك بالآية، عندك آية ولا لا؟ عندي بس كبرني اعرض قرآن. عشان بس اللفظ. طب اعرض قرآن فقط، صريحة. كبروني اعرض قرآن يا جماعة، ايش بكم؟ يا ابا عمر مصري بعد اذنك بلاش الالفاظ الصريحه. طب بس اعرض قرآن لو سمحتوا، عن المله. الله يبشرك يا عم. بس اعرض خد قرآن لو بالك انا سمحتوا. بعد ما يخلص الحوار مع عباس هسلمه لك. طب تمام اعطيني. طيب كبرني من غير ما نكبرك، اهل السنه حافظين القران. اقرا طيب الآية. في 200 واحد بدهم يشوفوا. يا عم حافظين. طيب عم خلص أهل السنة كبرني، طب كبرني وين اقرا المشكلة؟ الآية. اقرا يا محترم. اقرا الآية. يا اقرأ يا محترم. دكتور خالد، اقرأ يا محترم. دكتور خالد بس كبرني لو سمحت. نعم. يا اخي اقرا الآية. يا اخي بس بدي عفوا يا افرجيك. شيخ محمود، عفوا يا شيخ محمود. يا دكتور مصطفى، انا هديك 3 دقائق تثبت فيهم بالدليل فقط 3 دقائق بدون مقاطعة، فقط. وخد بالك يا دكتور مصطفى، الى الان عباس ما خدش حقه مثل. طيب هديك 3 اعطيني دقائق. 3 دقائق كبرني وبعدين بطلت احكي نهائي. ثواني اديك 3 دقائق الاول وبعدين اكبرك. تمام شكرا. بس في لك نقطة. التقدير والاحترام يا شيخ محمود، شيخ محمود ايه يا عم اسمع بس شرط ال3 دقايق الآتي. طب وقف يعني خلاص. اسمع شرط ال3 دقايق. يا دكتور عم يحكي عم يكتمني. التي خرج فيها سيدنا علي بن ابي طالب رضوان الله عليه من الايمان وتستدل من كتب الشيعة. طيب حاضر خلاف ذلك هعتبره هروب منك. طيب وأنا خلص سلم. انت اخذت 3 دقائق، اخذت 3 دقائق. الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولاية مطلقة. هزودك دقيقة. طيب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولاية مطلقة دون قيد أو شرط. وأزواجه، الواو إعرابها دكتور خالد واو عطف. واو العطف تأخذ حكم ما قبلها، تأخذ حكم المعنى والمبنى. الآية بتصير هذا تطرق لأمهات المؤمنين. يا أستاذ. آتي بالآية طيب ثواني. التي خرج فيها علي بن أبي طالب. ده معتقد الشيعة زي ما قال لك الشيخ أبو عمر. طيب تمام أنا عم بقرأ قرآن يا شيخ محمود. كثير عم بوجعك. ابتعد عن أمهات المؤمنين. طيب شيخنا الشيخ محمود، ما بعرف، خايف على أمهات المؤمنين مني ومالك خايف من اللي قاتلهم؟ غريبة أنت. شيخنا الشيخ محمود النبي. شيخنا الشيخ محمود بارك الله دكتور فيك. خلاص، هو أخذتوا لي عرف. الوقت كله دكتور. انا هديله ال3 دقائق كامله. ثواني يا دكتور، ثواني. انا هديله ال3 دقائق كامله ان شاء الله تعالى. و نعم. الآن توحدوا القرامطة والفاطميون والصفويون. يلا. بس يا عباس لو جاب سيرة أمهات المؤمنين لا تتجاوز في حقي. أكيد لا. في تحذير. الشيخ محمود نزل ولسه بقول له. طيب أكيد لا. يا دكتور اتفضل. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولاية مطلقة دون قيد أو شرط. وأزواجه أمهاته. الآية القرآنية بتصير النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأمهاتهم. ولاية مطلقة دون قيد أو شرط. أتحدى علماء اللغة العربية على وجه البسيط يقولوا هاي الواو غير واو عطف. طيب خلينا نشوف يا دكتور ماذا يقول الله عز وجل. الله عز وجل يا دكتور يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الله عز وجل يقول في سورة الأحزاب الآية 32: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا
ولا مستأنسين لحديث. الاستئناس إن ذلكم كان يؤذي النبي. صحيح الطبري دكتور. ثواني مصطفى. راكان حتكتم لو سمحت. في تجاوزات بالتعليقات. أنا ما أغلط. في تجاوزات جدا كبيرة. أنا ما أغلط. خلاص تصدق. احنا خلينا ثواني مع الدكتور. طيب ركان طب بعد أبو اذنك، ركان، لان أبو انا ركان، جالي دلوقتي، أبو انا جالي تحذير بارتكاب. طيب. لان ممكن البث كله، وانا مش عايز اجدد البث. طيب ما في فالدنيا تقع. بعد اذنكم. لا أنا بدي أكمل. لسه ما أخذ دقيقة واحدة. دقيقة ما أخذت. دقيقة ما أخذت. بدي أكمل. اشراف دكتور. بدي أكمل. لك يا قرمطي يا فاطمي يا حارس تشيع. يا حارس تشيع. يا حارس التشيع اسكت يا قرمطي. صحيح الطبري رواية 266. لا تتجاوز. ما تجاوزت. بص هذا آخر تحذير. آسف. ذكروا يوم الجمل فقلت كأني أنظر إلى خضر عائشة كأنه قنفذ مما رمي فيه من النبل. شروع تام في قتل أم المؤمنين الأولى بالمؤمنين من أنفسهم واللي هي أم بقرار إلهي. ابن تيمية منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 354. بيستشهد على الشيعة بابن تيمية. وكان للناصبي الزنديق. اسمح لي. قاعد خدر عائشة، هذه الرواية وين موجودة؟ تاريخ صحيح تاريخ الطبري. يلا ابن تيمية بمنهاج السنة الجزء الرابع صفحة 354. وكان للدكتور الناصبي الزنديق العميل المجرم الملحد النكراني اللي بدك يا أقول عني أن يقول. أنا بدي أقول بالله عليك بس أقول أنا بأي وجه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرها الخيار الإلهي وسقطت من هودجها وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من يقصد سباءها. ومعلوم أن هذا في مظنة الإهانة والإيذاء لأهل الرجل وهتك الرجل هو سيد رسول الله وهتكها وسبائها وتسليط الأجانب على قهرها وإذلالها وسبيها وامتهانها. الله عز وجل آية بسيطة سورة الأحزاب آية 57. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذا هذا اللي صار ما له إيذاء لله ولرسوله ويحط علي في قعر جهنم، ربنا عادل مطلق الحكمة بالعدل. الكفو الرجال اللي عنده كفو يطالع علي من إيذاء الله ورسوله. صار لي يتكلم تقريبا نص ساعة. قلت مصطفى قلت اضرب ظهرك بالجنزير. دكتور خالد سوي لي الجنزير وقته خلص. يلا يا عباس رد يا عباس وقتك خلص. طبعا الناصبي مصطفى انطى آيات 2 ما ادري مدح بيهن نفسه او ذماها. الآية الأولى هي الآية 57 اللي ما اعرف شنو صلتها بذم الإمام علي عليه السلام، اللي تقول عفوا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. طبعا هذه الآية هو لو ما حاكيها أحسن له، لأن هنا ذمته عدة بالدرر السنية. طبعا الحديث ما أحب حتى أتكلم به، بس دام هو اتطرق له فأنا مجبر أنه أتكلم به. إن الذين يؤذون رسول الله عفوا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم دون الله التعرض لأحد من أمهات المؤمنين، دون التعرض لأحد من رموزنا، كما أننا لن نسمح له بتجاوز حق سيدنا علي أو أحد من أهل البيت. لن أسمح. عمي بدي رقم الرواية والمصدر. بدي رقم الرواية يا دكتور. بدي رقم الرواية أراجع. بدي رقم الرواية. اعمل كت
الرجل لم يقاطعك قط. اعمل كتم وانا بدير الحوار، انا وابو عمر بعد اذنك. تفضل سوي كتم. دكتور تفضل يا مصطفى، عباس. انا راح اقول لك من هو اللي آذى رسول الله في الموسوعة الحديثة بالدرر السنية. ما اتكلم لك عن بداية الرواية لانها طويلة. فقلت عن لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نسائه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسائه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله. طبعا هاي أول آية أنت اتطرقت بها على أن تؤذي الإمام علي، هي آية السيدة عائشة. هاي أول آية. الآية الثانية اللي اتطرقت إلها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم. دكتور مصطفى، أنا حاب أقول لك من اللي أذن للخليفة الأول والثاني أن يدفن في بيت رسول الله. والله قال تعالى انه لا عفوا، وقال الله انه يؤذن لكم ان تدخلوا. من الذي اذن لهم بالدخول؟ هاي طبعا الايه الثانيه اللي انت ما ادري جاي تمدح بيها نفسك او تذمها بالضبط، ما افتهم شنو الموضوع. جاوب دكتور مصطفى، نعطيك المجال ان تجاوب. طيب أنا بدي رقم الرواية لو سمحت اللي قلت فيها أنه سيدنا الفاروق، اللهم صل وسلم وبارك على سيد يا أهل الفاروق. السنة، تكبيس التكبيس. أعطيني رقم الرواية لو سمحت، رقم الرواية. تكبيس يا اخوانا، تكبيس بعد اذنك. يا رقم الرواية. صحيح. نعم صحيح مسلم. رقم الرواية. الصفحة 1479. رقم الرواية. بتختلف الطبعات. 5000. نعم 5007. 5000. دكتور خالد ممكن مداخلة صغيرة؟ صحيح مسلم. شوفوا كبرني. نعم الصفحة 1479. ما في مشكلة. صحيح مسلم ما في بهذا الرقم. لا موجودة 1479 بالصفحة. ما موجود بصحيح مسلم. هاي تفضل كبرني. لا فرجيك بعينك يا استاذ. طلع الصفحة. كبرني مالك منطرشي. كبرني. هي 5007 ما في صحيح مسلم. 5007 موجودة. جيب لي رقم الرواية لو سمحت. قلت لك أنا واحد كوفي بزم أمهات المؤمنين، بتاخذ الرواية تبعته بتحطها بطنجرة ضغط، بتغليها على درجة حرارة 16 فahrenheit، وبعدين بتشربها على الريق صحتين على قلبك، بتفيدك لوجع المعدة. مصطفى انطيتك رقم الصفحة وموجودة بصحيح. اعطيني رقم الرواية لو سمحت. اي اخ من الاخوة الموجودين بالبيت يا اخي اعطيني رقم. يطلعوها. يا حبيبي انت طالع تحاور على امامك علي وما عندك شيء. اعطيني رقم الصفحة يلا. هسه طبعا يلا جيب لي رقم الصفحة. بنحكي فيك بعدين. لك الله يرضى عليك يا قطرية. جاي انطيك الصفحة، جاي اقول لك 1479. لك اعطيني رقم الرواية. شاد رقمه؟ جاي انطيك رقم الرواية. رقم الصفحة. رقم الصفحات بختلف. اعطيني رقم الرواية اللي فيها انه الفاروق، اللي فيها الفاروق عمر. اعطيني رقم الرواية نشوفها. يا انا اولا مطلعها بالانترنت، يعني مو كتاب. ثانيا جاي انطيك رقم الصفحة. ها يعني مطالعة من موقع مطلقات مثلا؟ لا موقع صحيح. موقع مين؟ اعطيني رقمه. طيب الدرر السنية ما بي اي خلاف. طيب اعطيني رقمه. الدرر بيكتب رقم الرواية اذا موجود المصدر بيكتبه. نعم اعطيني رقمه يلا. هذا موقع مطلقات هذا. لا ابحث الموسوعة الحديثة. انا اروح ابحث. دقيقة بس. اعطيني تليفون تاني. شوف عندي 5 موبايلات. طلع تاب موبايل 2 3 4. داي اتصل بتاكسي اروح ابحث ياخذني. نعم ابحث. دايما بس اتصل بتاكسي يجي ياخذني اروح ابحث. يا اخي بدون استهزاء، هو التدين. يا اخي اعطيني رقم الروايه. ايش بك انت؟ بالنبي. اعطيني الروايه يا اخي. انت ردت تطعن بالامام علي بس طعنت بالنبي. يا حبيبي اعطيني رقم الروايه اشوف. بركي كوفي حلو، كوفي موجود. اعطيني رقم الروايه. رقم الروايه 1000 الصفحه او الرقم 1479. طيب رقم الروايه. شوف يا دكتور خالد.
دكتور خالد اديني اشراف في الحساب ده. الحساب الثاني خد تحذير حساب نهائي. هاي بركات ام المؤمنين. الله يا ام المؤمنين، كل شيء كلب حواب، كل شيء كلب حواب ما تتركي له ولا حساب. اديني اشراف الله يبارك لك، اديني اشراف يا دكتور خالد لو سمحت. ممكن مداخلة صغيرة يا دكتور خالد؟ طيب بس ثواني يا دكتور محمد، ثواني يا دكتور محمد. جيبوا لي ارجل من هذا الشيطان. اسمع دكتور محمد، الحوار ناصبي شيعي، افهمني، خليك معانا، كل واحد يبقى له مداخلته في الاخر، ما تقلقش. اسمعني، ركز معايا يا دكتور، احنا بره الموضوع، الحوار مش سني شيعي ولا سني ناصبي، احنا قاعدين بقى يا دكتور محمد. انا عايز اشوف الحلوين. عندك رقم الروايه؟ عندك رقم الروايه؟ عندك رقم الروايه دكتور خالد؟ وعن سيدنا عثمان وعن الصحابه النواصب، وعايز اشوف الروافض. دكتور عندك رقم الروايه؟ عندك رقم الروايه حضرتك تعطيني اياها دكتور؟ ابحث على 5007. 5007 ما هي موجوده، ما في غير روايه بصحيح البخاري وبسنن يا اخي ابن داوود. اقول لك صحيح مسلم. ما في صحيح مسلم، ما عنده روايه بهذا الرقم. صحيح مسلم يا عمي ما عنده يا عمي موجود. اعطيني كاميرا اذا اقدر افتح. اعطيه كاميرا بس ثواني. اعطيه كاميرا، يلا كبروا للعينتين. يا أمة الإسلام، أول مرة بيجتمعوا أمة الإسلام بتوحدوا على قلب رجل واحد. الآن هنزلك لو ما عرفتش تغطي الصفيحة اللي جواه. ده رقم الرواية أنا صابر عليك كتير. رقم الرواية 1400. أنت تجاوزت، اسمع، 1400. أنت تجاوزت في حقي أنا. لا آسف. أنا لن أسمح لك بالتجاوز بعد الآن. حاضر آسف دكتور خالد. هاي هي الرواية. كثير الغلط ضعيف الحجة. طيب كبرني هاي هي الرواية. أي نعم هاي. كبرني طالعت الرواية. خلينا نشوف الرواة. من الاشراف يا دكتور خالد. خلينا نشوف الرواة. طب صحيح مسلم موجودة، شو تشوف يا استاذ صحيح مسلم. ايه ما في عندي انا، ما عندي صحيح مسلم. عمي انا بعد ما طعنت بالطبري واتهمت انه شيعي راح تطعن بصحيح يا مسلم. حبيبي يا حبيبي نعم. انا على منهج الصحبة العثمانية. نعم. نحن ما بناخذ غير عن ثقة ثبت عدل لا يدعم بدعته. عكرمة بن عمار صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى كثير اضطراب. أبو الحنفي لك يا أخي بضعف لك يا عمي بتعرف يا عمي بضعف مسلم، بضعف بخاري. بعد ما ضعفت يا حبيبي طبعا هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية أعطيني الرواية الثانية. الآية الثانية اللي احتج بيها يا أستاذ الناصبي مصطفى، اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم. نعم. سؤال مصطفى، نعم. من الذي أذن للخليفة الأول والثاني أن يدفن جنب رسول الله؟ الله؟ روحي فداها أم المؤمنين، الأولى بالمؤمنين من أنفسهم، سمحت لأبناء الاثنين يدفنوا في حجرته الثلاثة. يعني هل كان الله راضي على دفن نعم عثمان نعم. وهل كان الله راضي على دفن عثمان؟ نعم. الله أكبر. هذا دينه. الله سبحانه وتعالى رضى على دفن عثمان في مقبرة أو مزبلة اليهود. لا فشرت. علي بن أبي طالب كفر الخليفة عثمان وقتله، وهيك عمل الله عز وجل. الألفاظ يا عباس. عندي طالبني بالدليل. يا مصطفى الألفاظ يا عباس. طيب حاضر. يا أستاذ عباس الألفاظ. حاضر. دكتور لحظة الله يكرمك. طلبت مني حقك. طلبت مني حقك. تفضل. شوفوا يا أخي الآن كلام الذهبي. ثواني يا دكتور مصطفى. أكرمة بن عمار مضطرب في مين؟
صدوق يخطئ يغلط، انا ما باخذ غير عن ثقة. يا راجل مضطرب في مين؟ لو ما باخذ غير عن ثقة فقط. انا هذا منهجي. كلام الذهبي كلام يا الذهبي. استاذ كوفي ما باخذ منه. يا استاذ اسمعني لو سمحت، شوف. عكرمة بن عمار مضطرب في مين؟ استاذ شوف استاذ انت يا محترم لو يا سمحت استاذ طلع كلام طلع يا استاذ لو يا سمحت استاذ بالتقرير. يا استاذ يا استاذ يا ابن الحلال يا محترم يا يا عمي. محترم يا ابو عكرمة عمر بن ابو عمار عمر ابو عمر حديث ابو الإمام عمر مسلم. ابو يا عمر أستاذ، اهدى يا اهدى أستاذ. اهدى لا لحظة بس عم بوجعك اهدى عكرمة. شوي اهدى لا لحظة انت عشان انت مدلس يا اخي كبير. بس اهدى شوي. بعد اذنك طب اهدى عكرمة شوي. بن عمار مضطرب في مين لو يا دكتور سمحت؟ مصطفى، انا بقول لك يا دكتور مصطفى دكتور بعد مصطفى. اذنك اجب على ابي عمر النصري. طيب شوف يطلع الصفحة بتاعت التقريب. شوف عمي طلع شوف الصفحة عمي بتاعت شوف التقريب اللي عمي قال فيها شوف الصدوق شيخي الغالي يا حبيبي انا مش يا شيخك حبيبي الآن. خليني لو احكي سمحت- كلمة. لو سمحت ابو يا عمر محترم. ابو عمر لو سمحت ممكن تطلع كلام الامام الذهبي. راح اطالع عكرمة بن عمار مضطرب في مين؟ يا اخي راح يا اطالع استاذ والله. لو سمحت. يا اخي راح اطالع. لا طلع دلوقتي. اهدى شوي. لا طلع دلوقتي. طب خليني احكي. لو سمحت المحاورة الإمام معك الذهبي طلع في لفوق. التقريب قال عكرمة بن عمار مضطرب في مين؟ لك يا اخي لو سمحت خليني طلع. احكي خليني احكي. لا ما تحكي. لا انت يا دلست أستاذ، على الامام مسلم يا أستاذ، الان. يا أستاذ. يا استاذ يا استاذ مسلم الان